مرحبا صديقي، تخيل قاتل موجود بكل شوارع بغداد وبكل شوارع العراق، وهذا القاتل ما عنده سلاح ولا عنده صوت، وهو ما يحتاج اصلا يركض وراك، هو ينتظرك بس تطلع الظهر، تطلع تشتري خبز، تروح للدوام، تطلع توصل طلب او تطلع تجيب شغله، راح تلقاه منتظرك، ولهذا انصحك لا تطلع الظهر تسوي هاي الاشياء، لان هذا القاتل هو الحر، اي صديقي مو مبالغه، الحر كل سنه يقتل نص مليون انسان، واكو تقرير صدر سنه 2025 يقول ان الوفيات المرتبطه بالحر ارتفعت بنسبه 23%، وهاي من التسعينات، ووصلت عدد الوفيات 546، وهذا العدد يرتفع كل سنة 1000 شخص. بس المشكلة الكبيرة احنا ما ندري ولا راح ندري اصلا انه الحر هو اللي قتلنا، لان بالغالب بالمستشفيات العراقية بشهادة الوفاة ما يكتبون مات بسبب الحر، يكتبون جلطة او فشل كلوي او توقف بالقلب او هبوط حاد، بس ما ادري هم الاطباء يدرون او ما يدرون انه الحر كان هو السبب بشكل او باخر. زين يا صديقي، هو الجو ليش حار وليش جاي يزداد حر، والحر اصلا شلون يصير؟ انا راح اقول لك. انا ليث زايد وهذا برنامج بلس، وقبل لا يبدا الانترو لا تنسون تشتركون بالقناة. That's not civilization. Civilization is how you contact the other people. Do you know how to love? Do you know how to care? This is civilization. بغداد وبتموز وساعة واحدة الظهر، والشارع مو حار، لا يجوي من الحر، والتبليط من الحر مايع، واي سيارة تعبر فوقها تخسفه، والهواء تحسه واقف وما بيه اي نسمة. وبهالوقت اكو شاب مسكين على باب الله واسمه احمد يشتغل توصيل طلبات وبالدراجة، واللي يسوي احمد بغير دولة يعتبر انه هو سوبرمان، بس اللي عندنا هو عادي ولا نعتبره قصة استثنائية، لأن هو واحد من يمنا حاله حالنا يطلع بالحر، ومثل كل يوم يجي اوردر توصيل طلب بعز الظهر، ويشوف المشوار ويلقاه شوية بعيد، بس ماكو حل ياخذ الدراجة ويطلع يسوق بها، وأول 10 دقائق عادي يعرق ويطلع بطل المي ويشرب من يمه حتى يبرد جسمه، بس يلقى بطل المي حار مثل الشاي، وبسبب الازدحام يطول أكثر من نص ساعة والشمس فوق راسه، فيبدي يحس راسه صار ثقيل وعينه تبدي تغوش شوية، بس يقول عادي هاي يجوز لين جوعان أو لين تعبان، ورا شوي قلبه يبدي يدق بطريقة كلش سريعة، وهو ما يعرف انه هاي الدقات انذار من جسمه انه انت جاي تمر بحاله خطره، جسمه يريد يقول له ترى اكو شيء غلط، واكيد مثل اي عراقي راح يقول ما بيه شيء ويكابر، ولحد ما احمد يوصل الطلب ويرجع للدراجه مالته ياخذها حتى يرجع لمكان الشغل، ما يتحمل الحر فيدور مكان بيظل حتى يحمي نفسه من الحر شويه، بس المشكله حتى لا توقف بالظل الظل هم حار، وبعد ما يتاخر يتصل بيه بالمطعم ويقول له وين صرت؟ يقول له دقيقتين بس ارتاح شويه لان راسي يوجعني وكلش دايخ، وهنا خلينا نوقف شويه بين ما يرتاح احمد. خل اقول لكم شنو اللي جاي يصير. احمد جسمه بدا يدخل باول مراحل الانهيار، حافة الانهيار اللي وصلها جسمه، واذا استمر بعد ساعة اكثر بهذا الشغل راح يصير اسوأ، لان ببساطة يا صديقي الجسم ما مصمم يتحمل كل هذا الحر، ولحتى نفهم اللي صار من ناحية طبية وعلمية، احنا نتصور الحر مجرد احساس خارجي، يعني جسمك يحتر والجلد يعرق ويبدا التيشيرت يلزق عليه وتقول اريد مي بارد حتى اعوض هاي الحرارة، بس هاي كلها من برا. داخل الجسم اكو معركة كاملة، الجسم لازم يبقى دائما بمدى ضيق من درجة الحرارة، واذا ارتفعت الحرارة الداخلية مال الجسم كل شيء يبدي يختل، القلب يبدي يدق اسرع ويشتغل اسرع حتى يضخ دم للجلد، والجلد يحاول يطلع العرق، وهذا العرق المفروض يتبخر حتى جسمك يبرد، والكلى تحاول تحافظ على السوائل، والدم بجسمك راح يصير اثقل لان انت جاي تفقد المي والاملاح، يعني ببساطة يا صديقي جسمك يصير مثل مدينة دخلت حالة طوارئ، القلب يمثل محطة الكهرباء، والكلى هي محطة التصفية، والجلد هو نظام التبريد، والدم هو شبكة النقل، وكلهم جاي يشتغلون فوق طاقتهم حتى يحافظون عليك من الانهيار. ومنظمة الصحة العالمية تقول إذا فشل الجسم بتنظيم حرارته راح يدخل مرحلة الانهاك الحراري، وتصير عنده ضربة شمس، وهنا راح يزيد مخاطر أمراض القلب والتنفس، ووياها السكري، ومن غير الصحة النفسية، وممكن يصير عنده إصابة كلوية حادة. ومن واحد يقول دخت من الحر، هاي مو جملة عادية، هذا أول إنذار، لأن بنفسك سمعت منظمة الصحة العالمية شنو تقول، راح يصير عندك أمراض قلب وسكري وكلى، وكل العراقيين اللي عمرهم فوق ال40 على الأقل عندهم واحد من هاي الأمراض. صديقي سؤال ما سأل نفسك أهلك شلون كانوا ينامون بالسطح ويتحملون الحر؟ وأجدادك شلون عاشوا وهم ما كان عندهم كهرباء؟ وأكو مجتمعات قبل كانت تعيش بخيم، هذول شلون كانوا يتحملون؟ أنا أقول لك ليش، لأن الدراسات تقول إنه الأرض ارتفعت درجة حرارتها وصارت أكثر حرارة، يعني قبل ما كانت هيك حارة، زين شلون هسه صارت هيك حارة؟ يقولون بسبب الاحتباس الحراري. زين هذا الاحتباس الحراري شنو هو؟ خلنا ابسطها لك لان انت دائما تسمع هذا المصطلح وما تفتهمه. شوف يا صديقي، الارض بالنهار تدخل لها اشعه الشمس وحرارتها، فالارض تنتظر الليل حتى تتخلص من هاي الحراره وتحاول تطلع هاي الحراره للفضاء حتى ترجع تبرد، بس احنا بسبب حرق النفط والغاز والفحم خلينا طبقه غازات بالجو، وهاي الغازات تشتغل مثل البطانيه تخلي الشمس تدخل حرارتها بس ما تطلع، فالارض كل سنه نزيد عليها بطانيه من هاي النمر المتينه شايفها. والمشكله يا صديقي مو بس الجو يخزن الحراره، اسمع مني شنو اللي يخزن حراره، المحيطات تخزن حراره،
والمدن تخزن الحراره، والاسفلت والكونكريت اللي نبني بيه بيوتنا هم يمتص الحراره ويرجع يطلعها بالليل، ولهذا يا صديقي الليل هم جاي يصير حار. وشوف يا صديقي هذا الموضوع نسبي حسب الدول. احنا بالعراق مثلا عندنا هواي مصافي وابار نفط، وهاي كلها تطلع غاز من غير المصانع والسيارات، وكل هذا يسوي احتباس حراري. دراسات تقول من 2015 ل 2025 هاي كانت اكثر 11 سنه حراره بتاريخ الارض الحديث، وسنه 2025 مسجله اكثر سنه حراره على تاريخ الارض. وهذا مو كلامي، هذا كلام المنظمه العالميه للارصاد الجويه. خل اقول لك رقم لاخ، من سنه 2000 لسنه 2021 85% من الناس اللي اعمارهم فوق ال 65 سنه ماتوا بسبب الحر، والدراسات تقول بما يقارب 489 الف حاله سنويا تموت بسبب الحر، 45% من يومهم باسيا و36% باوروبا. واكيد احنا كعراقيين ما محسوبين منهم، لان احنا بالعراق ما عندنا احصائيات، واذا عندنا احصائيات ما عندنا تشخيص صحيح. زين عوفنا من الارقام. هاي الدول شلون تواجه الحر؟ الدول جاي تشتغل على مسارين، الاول هو تقليل السبب، يعني تقلل الانبعاثات ويسوي مصادر طاقه طبيعيه مثل الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ويسوون سيارات كهربائيه ويزيدون النقل العام حتى تقل عدد السيارات، ويقللون من نسبه حرق الغاز المصاح، هذا اللي قلنا عليه يطلع من ابار النفط والمصانع والمصافي، وهم يسوون عزل حراري للمباني ويخلون مكيفات اكثر كفاءه، ويقللون الاعتماد على الفحم والنفط، ويزرعون الاشجار ويحمون الغابات، وهذا يسمونه ميديكيشن يعني اجراءات تخفيف. والمسار الثاني انه يتعايشون مع الضرر الموجود، لان حتى لو العالم كله وقف الانبعاثات اليوم جزء من هاي الحراره راح يبقى موجود وراح يبقى فتره طويله. فالدول المتطوره تسوي انظمه انذار مبكر لموجات الحر القاسيه، ويسوي خطط صحيه ومراكز تبريد عامه، ويغيرون ساعات العمل للناس اللي تعمل بالخارج، قوانين تنفرض على اصحاب العمل ان يوفرون للموظفين المي والراحه والظل، ويظللون المدن من خلال الاشجار، ويسوون اسطح بارده للبنايات، ويقوون شبكه الكهرباء، ويسوون انظمه لحمايه كبار السن والفقراء. منظمة الصحة العالمية عندها دليل اسمه هيت هيلث اكشن بلان، فكرته انه موجة الحر لازم تدار، ويسوون حالة طوارئ صحية مو مجرد خبر للطقس. ومنظمة الصحة العالمية تدفع بمبادرة Early Warning for All حتى يصير انذار مبكر عند كل الناس من المخاطر المناخية، وهاي المخاطر الدول الحديثة جاي تشتغل عليها، ويسوي حماية العمال بقانون ب3 كلمات: توفير الماء والراحة والظل. زين يا صديقي، من هاي الاجراءات كلها العراق شنو جاي يسوي؟ العراق قاعد وساكت وجاي يزيد الطين بله. وحتى ذا تفائلنا وقلنا العراق عنده مخططات واتفاقات دوليه، فالتنفيذ ابطا واضعف من الخطر. تعرف ليش؟ لان العراق داخل بعقده كلش كبيره. اول شيء الاقتصاد مالتنا يعتمد على النفط، فالدوله عايشه على نفس القطاع اللي العالم جاي يحاول يتخلص منه. ثانيا انه الكهرباء هي نفسها ازمه يوميه، يعني احنا ما نقدر نوصل مرحله نفكر بتبريد ذكي ومدن مقاومه الحراره، لان احنا اصلا كهرباء ما عندنا. وشوف عينك جاي يصور بالحر والله. وثالث شيء انه العراق البنيه التحتيه مالته كلش ضعيفه، الشوارع بدون ظل، واذا لقوا شجره يشلعوها ويسوون بكانها رصيف، وبيوتنا ما بيها عزل، ومدننا كلها كونكريت، شبكه الكهرباء ومحولاتها كل صيف تنضغط وتحترق. والتصحر اللي بالعراق اللي جاي يزيد، لان احنا عندنا جفاف، والجفاف يقلل الزراعه، ومن غير انه البستان يتحول الصحراء يخلي صاحب البستان يعوف الريف ويجي للمدينه، فيجي المدينه يلقى العقار غالي، فيضطر انه يشتري باطراف بغداد، فيلقى منطقه زراعيه يشيل الزرع اللي بيها ويبني بيت. وش راح يبني؟ اكيد كونكريت، وراح يستمر الضغط على المدينه. والمشكله انه احنا ما جاي نسوي اي خطه طويله الامد لمعالجه هاي المشاكل، مو خطه اسبوع واسبوعين، يراد خطط للبلديات والصحه والكهرباء، وخطط للعمل والاسكان والبيئه الزراعيه، وتخطيط واضح للمدن، والمحافظات كلها تشتغل بهذا الاتجاه. بس احنا من يجي حاكم جديد او سياسي جديد يلغي كل المشاريع اللي كان مسويها الشخص قبله، ويسوي مشاريع من عقله جديده حتى يربح ويدخل بجيبه كم فلس، وما راح يلحق يكملهن ب4 سنين، وراح يجي سياسي وراه يحذف القبله، وتستمر هاي السلسله لما تخلص. شوف صديقي، البنك الدولي وصف العراق انه يعاني من ازمه تنميه ومناخ متعدد الابعاد، وانه البلد هذا مرتبط بالاعتماد على النفط، ضعف القدرات المؤسساتيه، وزيادة الفجوة الاجتماعية. ومن غير وكالة الطاقة العالمية تقول شبكة العراق الكهربائية أصلا تواجه أزمة كلش كبيرة، وعدد الأيام اللي درجة الحرارة تكون فوق ال40 درجة هذا احتمال راح يزيد، وهذا يرفع خطر الضغط على الكهرباء وزيادة انقطاعاتها. هاي الحكي هم ما يدرون من شهر 5 صارت درجة الحرارة 50، والكهرباء أصلا ماكو حتى تنقطع يعني. فالعراق مو محتاج حل مناخي، العراق محتاج إعادة ضبط مصنع، لازمه هيك تفرمته وتسوي له تنصيب من جديد. زين انا كاتلني الحر، عوفك من هاي الدوله، انا شنو لازم اسوي كمواطن؟ احنا كشعب ما محسبين حساب الحر، وما نشوف الحر كخطر قاتل. بس شوف يا صديقي، والله انا اقول لك ماكو باليد حيله، ولا عمرنا كشعب ولا كدوله راح نحس بحسابه. يعني الحر كخطر ما يقتل الناس مثل ما يصير بالافلام، ماكو دراما، ماكو براكين، ماكو انفجارات، ماكو حروب، هو خطر من نوع اخر. لان الحر يقتل بهدوء مثل ما قلت لك، يقتل واحد كبير بالعمر ببيته وما عنده تبريد، وعامل بناء مسكين فوق السطح، او شرطه مرور بالتقاطع، وفلاح بالمزرعه، وعامل التوصيل اللي بالدراجه، او طفل يبيع بالتقاطع، او طفل داخل سياره طابقه بالشارع، كل ذولا جاي يعيشون الخطر. واي واحد منهم اذا ياخذونه بحاله اغماء ويودونه المستشفى راح يلقون المستشفى اصلا وضعها بائس، ومستشفياتنا اللي يدخلها عايش يطلع منها ميت. بالنهايه يطلع تقرير ما يقولون انه مات بسبب الحر او ما لحقنا عليه، يقولون لا والله عنده فشل كلوي،
قلبه توقف، صار عنده هبوط، بس هي الحقيقه بسبب الحر. خل ابسط لك الموضوع، القلب ولا السكر ولا توقف الكليه، هذين صح اسباب، مثل السكينه اللي شخص شايلها ويطعن بها شخص لاخر، بس هاي السكينه من كان يحركها؟ كانت تحركها الايد هي الحر بهذا المثال. والمشكله انه احنا صار عندنا عادي درجه الحراره فوق ال50، صرنا متعودين عليها، صح نشتكي بس نكمل شغلنا ونكمل يومنا. والمشكله الكبيره يا صديقي انه الحر جاي يزيد والصيف جاي يصير اطول، وهذا الخطر المستقبلي من غير الخطر اللي احنا بيه هسه. شوف يا صديقي، وين كنت ادور واعد بهاي الحلقه لقيت دراسه لمجله العلوم بالجامعه المستنصريه، وهاي الدراسه تقول انه بغداد بين سنه 2004 وسنه 2018 لقيت علاقه مباشره بزياده عدد الوفيات وارتفاع درجات الحراره بالصيف. وهاي الدراسه توضح لك انه ترى الحر كلش خطر وممكن يقتلك، وراح اطلع لكم الارقام وزياده عدد الوفيات حتى تشوفوها. هاي الحكي احنا ببغداد بس، ودراسه من مكان واحد، وانا اقول لكم هاي الارقام كلش متفائله، لان انا ابن البلد، واقول لكم احنا بالعراق ما عندنا دراسات مستمره، وفوق كل هذا اغلب تشخيصات الوفيات في المستشفيات تكون خاطئه، حتى اذا كانت صح راح يكتبون سبب منطقي لعائله الميت حتى يقنعونه. ومثل ما قلت لكم انه العراق متوقع انه تزيد درجه حرارته خلال القرن الجاي، وهذا مو بس احنا، الارض كلها مشتركه بهاي المصيبه، بس احنا مصيبتنا اكبر، لان ارتفاع درجه الحراره يهدد الكهرباء اللي هي سوداء بوجهها حتى ما موجوده حتى يهددها. شوف صديقي، خلينا نفهم جمله مهمه، الحر مو طقس، الحر على مدار سنين كان اختبار لهاي الدوله، الاختبار اللي دوله دائما تفشل به، وعلى الاقل نحكي على دوله من 2003، وللعلم قبل 2003 هم ما كانت اكو كهرباء. ويا صديقي، من ماكو كهرباء بالصيف فنظام حمايه الانسان يختفي، السبليت يطفى والبنكه تطفى والثلاجه تطفى والمي البارد يختفي، والبيت يتحول الى صندوق يخزن حراره واحنا عايشين بداخله. وحتى بالليل من تطفى الكهرباء الخطر يبقى مستمر، لان بالليل المفروض يكون وقت تعافي والجسم تنزل حرارته، القلب يهدى والجسم يبدي يصلح التعب اللي شفته طول اليوم. بس اذا الليل بقى حار والحياطين تطلع حراره والمكيف طافي، انت راح تدخل اليوم الثاني وانت اصلا بعدك ما متعافي من الحر مال اليوم اللي قبله، وجسمك راح يرجع يواجه الحر وعنده اعباء من اليوم اللي قبله. زين، الحر هم يفرق بين الناس لو لا؟ وصح ينزل على الكل، بس الناس تواجهه مو بنفس العداله. اكو واحد مسوي عزل لبيته وعنده مكيفات وعنده مولده وسياره بيها تبريد ودوام داخلي، واكو ناس لا تدق عليهم الشمس بالشارع، مثل عامل النظافه، مثل عامل البناء، مثل ابو الدليفري خطيه. والمشكله انه ذول رزقهم يومي ولازم يطلعون لهذا الرزق اللي هو تحت الشمس. فالغني ممكن يقدر يهرب من الحر، بس الفقير لازم يواجه كل يوم. ولهذا يا صديقي الحر مو بس قضيه مناخ، بيه جانب اقتصادي وبيه جانب طبقي. وشوف يا صديقي، كل احنا على باب الله، فخل اكمل لك الموضوع من الجانب الاقتصادي. كل احنا نشوف هذا الشعور اللي بالصيف يجينا، كل شيء يبدي بالحياه يبطأ، ما بيك حيل تروح للدوام، ما بيك حيل تمشي، وتركيزك بالشغل يبدي يقل، والموظف يروح للدوام ويرجع من الدوام منهك. بس هذا مو كسل، هذا جسمك جاي يعاني ويحاول ينجو من هذا الحر، فجسمك يبرد طاقه حتى يبرد نفسه، فما تبقى عنده طاقه للشغل. منظمه العمل الدوليه توقعت انه الحراره بعام 2030 قد تسبب خساره 2.2% من ساعات العمل العالميه، بما يعادل 80 مليون وظيفه بدوام كامل. فالحر ما جاي يسرق بس راحه الانسان، جاي يسرق وقته همين، ويسرق الانتاج، فبالتالي يقل الدخل. واكثر القطاعات اللي راح تتضرر من هذا الشيء هم الناس اللي اقل حمايه من الحر، وهم الزراعه والبناء والنقل والتوصيل والاعمال البديله والاعمال اليوميه. يعني مره ثانيه الحر مو عادل. اكثر واحد الناس تترحم له هو مخترع السبلت، وتدعي له الناس كل ما تسمع صوت السبلت تشتغل، لان يا صديقي بالعراق السبلت مو جهاز رفاهيه، جهاز نجاه، مثل جهاز التنفس للمختنق. بس وين المفارقه؟ كل ما زاد الحر راح نحتاج مكيفات اكثر، وكل ما شغلنا مكيفات اكثر راح يزيد حمل الكهرباء، وكل ما زاد الحمل الشبكه تتعب، واذا شبكه الكهرباء تعبت تطفى، ونفتر بهاي الدائره المغلقه البائسه الحزينه، والحل الفردي يصير مشكله جماعيه. وكاله الطاقه الدوليه تقول استهلاك الطاقه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تضاعف 3 مرات بين سنه 2000 وسنه 2024، متوقع ان يرتفع 50% بخلال 10 سنين الجايه، والمتوقع انه 40% من الزياده راح تكون بسبب اجهزه التبريد. يعني المنطقه كلها راح تدخل بهاي المعادله الصعبه، حراره اكثر ومكيفات اكثر، كهرباء اقل بس ضغط اكثر وانقطاعات اكثر، ويطلع لك واحد من جماعتك ويقول لك اشتري سبلت انفيرتر وخلاص. وهذا مو حل يا صديقي، هذا تلزيق. صديقي المدينه كلها لازم يصير لها حل، لازم نسوي مدينه معزوله من الحراره، ونملي الشوارع اشجار تسوي ظل تحمينا من الحر، ولازم نقلل من ساعات العمل، ونسوي نظام استراحه اجباري للعمال غصبا ما على الشركات، ومراكز تبريد عامه، والاهم انه نسوي كهرباء تتحمل هذا الصيف، تصير عندنا شبكه كهرباء حقيقيه تعطيك كهرباء 24 ساعه، مو تجي ساعتين وتطفى لها 10 ساعات 8 ساعات، لان الحر من يدخل على مدينه ضعيفه يتحول من طقس الى كارثه. زين، خلينا نرجع لاحمد ابو الدليفري ونطمئن عليه. احمد بعده قاعد بالظل وجاي يشرب مي، بس جسمه ما يتحسن بسرعه، راسه بعده ثقيل ودايخ ودقات قلبه سريعه، والدنيا حوله بعدها مستمره وتمشي. للاسف ما حد راح ينتبه لك من جسمك ينهار من الحر، وهاي من اكثر الاشياء رعبا بالحر، لان الموت الحراري ممكن يجيك بوسط يوم
يوم عادي جدا، مجرد يوم صيف بالعراق. وهنا لازم نسأل نفسنا، كم أحمد جاي يطلع كل يوم؟ كم أحمد يحس بدوخه ويكمل؟ كم واحد يقول أقدر أتحمل بس جسمه ما جاي يقدر يتحمل؟ كم بيت بالليل يتحول إلى فرن لأن الكهرباء طفت؟ كم عامل ما عنده خيار سوى يواجه الشمس؟ إحنا ما نحتاج نخاف من الصيف لدرجة نوقف حياتنا، بس لازم نشوفه كخطر حقيقي، لأن ببساطة يا صديقي التعود على الخطر ما يلغي. فشنو لازم نسوي؟ الحل مو إنه لازم المواطن العراقي يصير أقوى من الشمس. العراقي بطبعه دائما يحاول يصير قوي ضد كل الظروف، بس هذا والله مو كافي. الحل لازم النظام اللي حولك يصير أذكى أو أشرف أو أنزه، اختار اللي يعجبك. يعني بدل ما نقول العامل اتحمل، خلينا نسأل ونشوف ليش جاي يشتغل بعز الظهر. ولازم تسأل ليش الشوارع بدون أشجار، والبيوت ليش تخزن الحرارة، وليش الكهرباء تنهار بنفس اللحظة اللي تحتاجها الناس، وليش كبار السن ما عندهم نظام يحميهم من درجات الحرارة العالية، وليش الناس المسكينة تنتظر الكوستر بنص التقاطع والشمس تدق على راسه، وليش الناس تضطر تروح الاسواق شعبيه ما بيها تبريد. لازم نتعامل ويا الحراره مثل ما تتعامل الناس ويا الكوارث البقيه، حاله حال العواصف، حاله حال السيول. يعني مو نصيحه عابره، لازم تسوون خطه، لان موجه الحر حاله طوارئ بس بطيئه. وبدايه الحلقه قلت لك لازم تخاف من هذا القاتل الموجود بالشارع اللي هو الحر. وصح يا صديقي احنا مو اول جيل عاش الحر، بس احنا اول جيل جاي يشوفه شلون جاي يتغير وجاي يزيد، وشلون جاي يصير اخطر على الناس اللي ما عندها خيار تهرب منه. فالحر يا صديقي ما قتلك مثل الرصاصه، الحر يدمر جسمك بالبطيء. فالمره الجايه يا صديقي من تسمع واحد يقول لك لا تطلع الظهر، لا تعتبرها نصيحة أمهات، اعتبرها انذار نجاة. وبس. أنا ليث زايد وهذا برنامج بلس، وإذا وصلت لي جاي لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس وشارك الحلقة ويا أصدقائك. في امان الله. أقف لي زي شغلة، أنت تدري من يقولوا لك درجة الحرارة 50، هاي درجة الحرارة بالظل مو بالشمس. والقهر وين؟ القهر من ترجع للبيت تقول اخذ دوش، ينزل لك مي من الدوش جحيم، ايش نار تنزل على جسمك، تظل تتسلوع بالحمام. وين تروح ما تدري والله العظيم، من هاي الدولة، من الحارة، من المصايب. تدرون كم مرة طفت الكهرباء وانا جاي اصور وعرقان، هسه والله عرقان، قاعد يسوي محتوى وهو عرقان. الله اكبر. هاي كات.